تعرف ان الحشيش موجود في مصر من ايام الفراعنه؟ هي دي الحقيقه فعلا. لكن قبل ما تتخيل الفراعنه هما بينحتوا على الجدران جوزه وقلب وضحك على الشبابيك وقاعدين بيضحكوا من قلبهم رع رع رع، خليني اقولك ان سنه 1980 لقينا كتاب تاريخ موجود فيه ان المصريين فعلا زرعوا الحشيش من حوالي 1000 سنه، لكنهم كانوا بيستخدموه بشكل مفيد. وهنا بقى السؤال، هل الحشيش كنبات ممكن يكون مفيد فعلا؟ انا هحكي لك الحكايه من اولها. انا نورهان قاسم وده اخر مترو. ايه ده؟ ايه ده؟ هذا ما لم نسمع به من قبل. الحقونا. مهاب علاء صاحبي لسه مفركش ومخنوق، عايزين نفرحه. مهاب علاء في الاول لازم اقولك ان فعلا في نقوش ومخطوطات مرسوم عليها نبات الحشيش. لا، وكمان الفراعنه كانوا بيقدروا يميزوا بين الانواع الكتير، وكانوا بيفضلوا النبات الانثى علشان جودته، وكانوا بيستخدموه في اغراض طبيه. ده انت مدقدق بقى في شغلانه. لكن الاهم بقى ان الموضوع ما وقفش عند المصريين القدماء، لان في ابحاث كتير دلوقتي بتتكلم عن فوائد الحشيش في محاربه السرطان، وكمان بيساعد في انقاص الوزن، يعني دايت ورياضه او حشيش ورياضه، حاجه في الرينج ده. وانه كمان بيفيد في تنظيم السكر وعلاج نوبات الصرع. طب ما الحشيش حلو اهو، امال اتمنع عليه بقى؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ بص يا سيدي، اول قانون طلع بتجريم الحشيش سنه 1879 وجرم استيراده وزراعته، ووصلت العقوبه سنه 1891 لغرامه 50 جنيه لكل فدان يتزرع حشيش او حتى جزء منه. 50 جنيه دول وقتها كانوا ثروه طبعا. طب هل احنا عاملين الفيديو ده عشان نقولك انت اضعف من المخدرات واقوى من محمد صلاح وانك لازم تشرب؟ ليه يعني؟ عشان تعمل دماغ. لا طبعا، مش جايه اقولك كده، لان الحشيش كل فوائده ملهاش علاقه بتدخينه، لانه في الحاله ديت بيسبب بلاوي زي مثلا اضطراب الجهاز الهضمي وسرعه ضربات القلب واضطرابات نفسيه وعقليه. ويجي واحد يقولك الحشيش نبات ومش مضر زي اي مخدر تاني. يعني مثلا عمرك سمعت عن حد مات بالحشيش؟ احب اقولك ايوه، الحشيش بيموت علشان بيتسبب في زياده ضربات القلب، وكمان اوقات كتيره بيسبب تسمم، وبيوصل عدد الوفيات من الحشيش لحوالي 500 الف شخص سنويا من 209 مليون بيتعاطوا الزفت ده. والحشيش انواع كتيره جدا، وكل نوع بيتميز عن التاني حسب تركيز ماده ال THC، كيمياء يعني، وكل واحد وشطارته بقى. ده احنا اللي دروتنا اللباري جوه الشباري بالدهلكه. ايه بالدهلكه؟ افغاني ومغربي وليبي وهندي ومكسيكي وغيرهم كتير، وكل نوع وليه سعر. وصل سعر فرش الحشيش في مصر ل 5500 جنيه مصري. على ابوه لابو امه الواحد يشرب ده برخص. ولو حد قالك ان نجيب محفوظ اللي اخد نوبل في الادب مثلا كان بيشرب الحشيش، فاشرب حشيش يلا عشان تبقى مبدع. فخليك متاكد ان الابداع ملوش اي علاقه بالهري ده. وكمان لو سمعت ان احمد فؤاد نجم هو كمان اعترف انه كان بيشرب حشيش، وكان بيشوف ان هو والشاي اعظم نباتين ربنا خلقهم، فهو حر وانت كمان حر. لان الموضوع قديم من ايام سيد درويش اللي كان بيحبه هو كمان بالمناسبه، وبيغني له خلاصة القول ان الحشيش نبات، لكن الناس هي اللي استخدمته بطرق غلط وحولته من مجرد نبات لمادة مخدرة محرمة ومجرمة وبس كده. سلام. وصل سعر فرش الحشيش في مصر ل 5500 جنيه. لا ما حسيتنيش، لا. سلام.